الجمل، طالبه كليه الاداب قسم الاعلام جامعه بنها. برحب بيكي هدير. كمان معانا مهاب الفولي طالب بليسانس اداب قسم اعلام جامعه بنها. برحب بيكي يا مهاب. اهلا بحضرتك. ومشروع 310. بنبدا دايما بالبنات يا مهاب، مع انه الحقيقه في ظلم هنا، في ولد و7 بنات، مش كده يا هدير؟ احكي لنا بقى ايه الموضوع في اداب بنها. الشباب قليلين قوي بالنسبه للبنات؟ قليلين جدا 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 صح؟ بالذات في قسم اعلام كمان. بالذات في قسم اعلام. طيب الحقيقه لما يبقى معاكم شاب واحد وانتوا 7 بنات يا هدير، تنسيق العمل كان بيبقى ازاي؟ والله طبعا هو مهاب كان بيشيل الشغل كل حاجه، يشيل الورق بقى ويشيل كل حاجه. الولد الوحيد لا الورق كان بتاعنا بصراحه لكن هو كان بصراحه شايل جزء كبير جدا من الشغل، وكان هو اللي بيجيب المعدات، الحاجات، كل حاجه كانت ويشيل المعدات ويرجع بالمعدات طبعاً. ولو في اي حاجه ممكن يقدر يعملها. لكن كان في سهوله ومرونه في انه ولد شاب وحيد مع البنات، يعني الحقيقه في توافق. لا كانت سهله لان احنا صحاب وكده، فكنا مختارين بعض كمان كمجموعه. بالظبط، فكنا عارفين ازاي نمشي الدنيا. ايه يا مهاب، قول لنا شاب واحد و7 بنات، احكي لنا بقى الكواليس بقى ورا كده. والله والله استحملت كتير واضح، يعني انت شايل كتير يا مهاب. النهارده فرصتك انك تعبر، يعني ايه اللي حصل؟ انا كنت طبعا مسؤول عن الاخراج وكنت مدير تصوير كمان. وكنت مدير تصوير وصاحب الفكره، ولو في شويه اضاءه بظبطهم يعني اي حاجه شغاله، كل حاجه موجوده طبعا مع الناس اللي معايا. كلهم بنات مش هينفع يشيلوا كده. بالظبط طبعا. السفر ممكن، يعني احنا من بنها طبعا لو عايز معدات اجر معدات او كده كنت بضطر ان انا اجيبها من القاهره. ما كنتش بتعمل من بنها؟ لا كنت انا من بنها اصلا يعني لانك من بنها فمش هينفع تعمل من بنها وتطنش، يعني زي ما احنا لا ما ينفعش للاسف. بتعمل من بنها ما ينفعش. انا من بنها تمام. طيب ايه 310 يا منى؟ في البدايه كنت حابب اوضح 310 هرتز. ده هرتز. دي المفروض ان هي قوه الذبذبات، اشد قوه للذبذبات. انا هفهم حضرتك الموضوع من الاول. ما هو الناس كلها عايزه تفهم. المخدرات الرقميه ده نوع المخدرات الرقميه او الديجيتال دراجز. ده نوع جديد من المخدرات. يعني خطورته تصل الى 100%، لانه امن جدا وبيوصل لحد البيت بكل سهوله. تمام. الموضوع ده عباره عن بيبقى تراك بيتسمع، بينزل من على النت زيه زي اي حاجه بتشتريها من اي حاجه. زيه زي اي حاجه بتشتريها مثلا من سوق دوت كوم او كده. بتشتريه، بتدفعي فلوس بالفيزا وتنزلي تراك. تراك تسمعيه بسماعات معينه. هو ليه قوه معينه اللي هي 310 هرتز. بتدخل من الودن اليمين، وحوالي 300 هرتز بتخش من الودن الشمال. بتعمل زي معادله كده في الدماغ، تؤثر على المخ لدرجه ان هي تغير كهربته تماما. فده طبعا ده شيء في منتهى الخطوره يا مهاب، والحقيقه انك انت تلفت النظر ليه في المجتمع ده مهم جدا. بالظبط. واحنا ايه اللي يعني ايه اللي عرفك اصلا الحقيقه انا اول مره اسمع عن انا كنت عملت تقرير قبل كده عنه، عن المخدرات الرقميه. دي كده اسمها المخدرات الرقميه. المخدرات الرقميه بقت المخدرات دلوقتي، يعني مش المخدرات المعتاده بتاعت زمان، دلوقتي بقت اللي بتتعاطى من خلال الفم او بالحقن او كده، بقت مخدرات رقميه. بقت مزيكا عادي جدا زي اي مزيكا. ممكن حضرتك ولا ابنك او بنتك قاعده في اوضتها، هي قاعده على النت عادي، انت مطمنه ان هي قاعده على النت. مثلا انت خايفه عليها من الشارع، من اصدقاء السوق. خايفه عليه من الشارع واصدقاء السوق، فمقعداه في البيت حرصا عليه وحمايه ليه وكده. وهو برضو مدمن، توصل معاه المرحله ان هو يوصل للادمان وانت مش واخده بالك من ده. كل اللي عليه بيقعد في اوضته، مثلا بيريح جسمه، بيحط السماعات على ودانه، عامل شريطه سودا على عينيه، ويعيش مع المزيكا. منتهى الخطوره. والمزيكا دي بيشتريها، يعني هي نوع معين مزيكا، مش مزيكا بينزلها من الانترنت كده وخلاص. لا مواقع مدفوعه الثمن. بالظبط كده. ليها مواقع معينه ليها بتقدري تنزلي من عليها تراكات وتتسمع بكل سهوله. وبيوصل الموضوع من شدته ممكن يوصل لحالات صرع وفي حالات وفاه. ده كلام، يعني اولا بنشكرك يا مهاب على الفكره دي، بس هي فكره في منتهى الخطوره وفي منتهى الاهميه ولازم نلفت النظر ليها طبعا. يعني نفهم بقى انتوا غطوها ازاي، لانها وبرضه في حاجه تانية. يعني مثلا في اول عرض للفكره الناس قالت لا انت كده بتلفت نظر الناس لحاجه جديده من المخدرات. قلت لا، انا ليا هدف وليا سبب في ان انا اظهر حاجه زي كده. ان انا دلوقتي ممكن الاب والام امن ابنه بيسمع وبنته بتسمع مزيكا وهو مش عارف. بالظبط. ممكن يكون ولاده مدمنين وهو قعدهم في البيت حرصا عليهم او حرصا على اصدقاء السوق في الشارع، اصدقاء السوق، وهو المخدرات جايه له لحد عنده وهو قاعد
قاعد مكانه قدام عينيه، هي هو مش شرط فاهم حاجه فيها زي انها كده. تطلب اونلاين يا مهاب، بالظبط، يعني لازم بالفيزا مثلا بتطلبي بالفيزا تطلبه. بالرقم الفيزا بتنزلي التراك عندك بكل سهوله. والموضوع يعني انا وطبعا انا مستمر لان هدفي. التراك معاك بقى طول الوقت تشتغل عليه بقى ما على طول. طبعا طبعا في كذا تراك، كل تراك ليه قوه. كل ما زي برضو الدوز بتاعه المخدرات الطبيعيه، اللي انا مثلا دلوقتي ما بقاش ياثر معايا الدوز دي، عايز دوز اعلى شويه من المخدرات علشان خاطر اوصل لايه. فتبدا تطلب يعني حاجه اعلى من تراك اعلى بالظبط من كده. ده، ده نفس الموضوع برضو في ايه، في المزيكا وممكن دي يؤدي في للصرع وممكن تراك. يؤدي للوفاه. بالظبط، في حالات تصل للصرع والوفاه اكثر سوءا بقى. يعني فعلا ربنا فطبعا يعافي احنا شبابنا هدفنا يا رب من يا حاجه رب، زي كده. احنا لو هدفنا ان في احنا مثلا نوعي حدود. الاهالي، مش نعرف مش شباب الشباب. الشباب. مجرد ان الاهالي يكونوا عارفين ان دي في نوع زي ده من المخدرات، خلاص هم عندهم خلفيه عن الموضوع ده، فيحاولوا يتجنبوا الموضوع. يبقوا حتى واخدين بالهم من حاجه زي كده. اكيد. يعني بنشكرك يا مهاب، وربنا فعلا يعافي شبابنا كلهم ويبعد آمين عنهم يا رب. كل شر حاجه زي كده. غطيتوا الموضوع ده ازاي يا هدير، لان الموضوع صعب جدا. والله انا برضو ما كنتش اسمع عن الموضوع خالص، ما حقيقي. كنتش عارفه اي حاجه. انا كنت قاعده معاهم بالصدفه البحته، هما كانوا بيكتبوا السكريبت لان انا اصلا كمان مش معاهم في اذاعه، انا قسم صحافه اصلا. فكنت قاعده معاهم هما بيكتبوا السكريبت، عرفت الموضوع بالصدفه يعني. قعدت اتكلم معاهم في الموضوع وبدات اني اقول لهم الجمل حتى بتمثيل وكده، فقالوا لي لا خلاص انت هتبقي معانا في التمثيل يعني. ازاي بقى كنا بنغطي الموضوع. قعدت حاولت بقدر الامكان ان انا اقرا كتير عنه او اعرف حاجات عشان ما يبقاش حتى تمثيلي اوفر في المشهد او في الدور. مثلتي الدور يا انت هدير؟ مثلت الدور في كانت الاول. البطله بتاعتنا. وانت البطل يا مهاب؟ لا انا ما مثلتش. هدير بس. باقي على الحاجات الباقيه. في الاول يعني اول مره خالص عملنا فيها بروفا، ما كنتش اعرف اي حاجه. فهو مهاب بس فهمني الفكره عامه هي هتبقى ازاي وهتعملي ايه وكده. وبعدين عملت المشهد، قال لي هو بالظبط كده بس محتاجه تقري شويه كمان. فقريت، عملت سيرش على جوجل واتفرجت على فيديوز وحاجات عشان برضو ما يبقاش في اوفر في اكتنج يعني. بالظبط. طلع في فيديوهات وفي حاجات بتشرح الموضوع ده. طبعا للاسف كتير. يعني. هي الناس برضو بتمارس الموضوع ده وبتسمع الدوزز دي من المخدرات، بيوصل بقى بتوصلهم لرعشه زي ما حضراتكم شايفين يعني. زي مرض الصرع تقريبا يعني. بالظبط. الرعشه بقى يبدا الجسم في حاجه مش طبيعيه، هو يعتبر بيغير كهرباء المخ تماما يعني. الحاجه اللي ربنا خالقها بنغيرها تماما وبنوصلها لنقطه قويه جدا يعني. ودي يعني زي ما بنقول كده ناقوس الخطر من وصيحه كده وصرخه من الشباب انه خلوا بالكم كويس قوي من حاجه زي كده بالنسبه للاسر اللي اولادها ممكن يكونوا بيشتروا حاجات اونلاين. بالظبط. وبعدين الموضوع مش بس للاسف دي ممكن تكون في المستوى الاقتصادي العالي. مظبوط. لانه عشان يشتري اونلاين ويكون عنده فيزا فيها ليميت يسمح بانه يشتري مزيكا. وبرده الموضوع يعني برده قريب ممكن من الناس المتوسطه عادي، ان هو الفيزا مثلا ب $10 $15. الموضوع يعني موضوع هو الثمن الحاجات دي مش غالي كمان؟ لا كمان مش غالي طبعا. في تراكات او دوزز اعلى يعني، اعلى في التكلفه، بس الموضوع في القريب جدا يعني. يعني دي مشكله انه كمان ثمنه مش غالي. بالظبط. انا متخيله ثمنها غالي عشان تبقى متوفره لكله، فدي خطوره اكبر يعني. طبعا انت كده وصلت لشريحه تانية من الناس يعني، مش بس ده ما بقتش المستوى العالي باعتبار ان معاه فيزا او ليميت عالي، ده بسعر رخيص. فممكن يعمل فيزا وبسعر رخيص وليميت قليل يعني ويشتريها. بالظبط. طيب بعد ما عملتي الدور ده يا هدير، حاسه انك عملتي كل طاقه تمثيليه؟ انت كنت حاسه نفسك ممثله اصلا قبل كده؟ انا كنت بحب التمثيل جدا من فعلا؟ زمان. انت مشتركه في اي تمثيل في المسرح او كده في الجامعه؟ خالص لا خالص، بس من زمان بحب جدا التمثيل. بمثل في البيت، بمثل على اي حد في العالم. تمثلي على اي حد؟ اوعي تكوني بتمثلي علينا انك انت النهارده اللي ممثله اصلا. احنا بنتمنى لكم التوفيق بجد هدير، وسعيدين بيكم وبتجربتكم، وربنا يوفقكم ان شاء الله تحصلوا على مركز، لانكم تعبتوا واضح جدا في الشغل. ايه مهاب اللي تتمنى تحققه في مجال الاعلام ان شاء الله؟ انت خلاص اتخرجت انت وهدير. الحمد لله. نفسي طبعا انجح وابقى مدير تصوير كبير. مدير تصوير باذن الله. ربنا يوفقك ان شاء الله. وانت يا هدير راسمه لنفسك حاجه في سوق يعني في الاعلام ان شاء الله الفتره الجايه؟ هبقى اعلاميه ان شاء الله. اعلاميه من اي مجال؟ في الصحافه ولا في التلفزيون؟ لا في التلفزيون. في التلفزيون. ربنا يوفقك ان شاء الله. احنا نتمنى لكم كل التوفيق. بنشكرك يا هدير، بنشكرك يا مهاب، وان شاء الله نهنيكم على مركز باذن الله. شكرا. في مشروعات التخرج. اعلاميه في اي مجال يا هدير؟ ما قلتيش. تقديم، في اخراج، في تصوير؟ لا تقديم. في تقديم. طيب سريعا كده قولي لنا اي حاجه بسرعه، ايه رايك؟ اي حاجه زي مقدمه سريعه جدا. ممكن نختم مثلا. ممكن نقول مقدمه للفيلم. مقدمه عن الفيلم. لو تحبي تقولي.
يعني اقدمه اعلاميا يعني. لو تحبي انتظرونا مثلا يلا سريعا جدا. انتظرونا ان شاء الله في فيلم 310 هرتز، من الافلام ان شاء الله اللي هتبقى كويسه جدا على الساحه الفتره اللي جايه. ان شاء الله ان شاء الله تبقى كويسه جدا يا يا هدير، رب إن شاء الله. ومجهودكم اللي انتوا تعبتوا فيه باذن الله يتحقق في مركز كويس في الكليه باذن شاء الله. الله. بشكركم جدا، شكراً. بالتوفيق ان شاء الله، وبنشكر حضراتكم مشاهدينا الكرام على وعد بلقاء جديد وحلقه جديده وشباب ورا.